الناظر ساعدتنا في انه نحن جينا بيتنا والبيت الكبير، وده بيت النظاره، وده بيت الاداره وبيت الحكمه. ونحن لما الناس يقول الاداره الاهليه هي صاحبه حكمه وصاحبه اهداف وصاحبه قيم وصاحبه مثل. نحن والله اخ الناظر يمكن كل ما يدور على مستوى السودان انتوا ادرى بيه وانتوا اعلم بيه وانتوا كنتوا صمام امان البلد دي، وكنتوا الناس اللي عندكم الحكمه. الحرب دي انفلت، كنتوا عندكم الحكمه تديروا بها شان نبعيكم وشان المناطق بتاعتكم دي. والان اخ الناظر نحن جينا ديل مكلفين من قبل قاعده كبيره خلال الثلاثة يوم عملت عده اجتماعات وعده لقاءات وناقشت امور كثيره جدا، ولذلك نحن موفودين عشان نجي عندنا رساله دارين نوصلها للسيد الناظر والعمد الذين كانوا في مؤتمر كجيرة. اخ الناظر طيله الفتره بتاعت الحرب ال8 شهور ولا ال9 شهور انتوا كنتوا مقبولين لدى الطرفين، مقبولين لدى الدعم السريع، وبتمشوا بتقولوا لهم والله نحن مناطقنا دي ما دايرين فيها طلقه، لانه الناس العسكريين ديل اولادنا وفي الدعم السريع اولادنا، وكان بيستمعوا لكم بطريقه جيده. وبتمشوا للاخوه في القوات المسلحه تقول لهم والله نحن ما دايرينكم تخشوا المدن وما دايرينكم تجوا تطوفوا عشان تستفزوا مشاعر الناس ديل، وكان كذلك بيستجيبوا. لكن الاخ الناظر مؤتمر كجيرة الاخير الاعلن فيها نظاره الفلايته من الناظر ووكيل الناظر ومقرر النظاره وعمد الفلايته وتبعيتهم للدعم السريع، هي كانت بالنسبه لنا قاسم الظهر، وهي كانت بالنسبه لنا محطه بالضروره نقيف عندها. ولذلك توافدوا اخواننا ديل واجتمعوا وقال يا اخواننا الموقف بتاع الاداره الاهليه دي، الاداره الاهليه دي في ولايه غرب كردفان الحكمه غابت عنها. الحكمه ما كانت حكيمه في انه تتخذ قرار في انه نحن كاداره للفلايته نسلم الفوله ونسلم بابونوسه تسليم مفتاح. ما كانت الحكمه موجوده، وكانما المجتمع ده قطيع، كانما المجتمع ده قطيع تسلموه للدعم السريع كما تشاءون. مقابل شنو؟ مقابل عربات، مقابل دراهم، مقابل دنانير، عشان تسلموا المجتمع ده تقول والله نحن نسلم الفوله وبابانوسه للدعم السريع، وتعلنوا ولاءكم للدعم السريع. انه نحن الان نعلن كاماره فلايته ولاءنا للدعم السريع وسندنا للدعم السريع وموقفنا مع الدعم السريع. اعتقد المساله دي حركت المجتمع ده، ونحن الان جينا كمجتمع، مجتمع الفوله، في البدنات الخمسه، وفي جزء من القبائل التوطنه تسكن في الفوله. كلنا نستنكر هذا القرار، وكلنا نرفض هذا القرار، هذا القرار يمثل الاداره الاهليه فقط، لا يمثل المجتمع، يمثل الاداره الاهليه، سواء كان الناظر ولا العمد الذين اعلنوا مبايعتهم ودعمهم للدعم السريع. هذا القرار يمثلهم فقط. من الان نحن كمجتمع وما مع الاداره الاهليه نقاطع الاداره الاهليه. الله اكبر الله اكبر. نقاطع الاداره الاهليه مقاطعه تماما، ونحمل الاداره الاهليه مسؤوليه اي دم يصير في هذا البلد نحمله للاداره الاهليه. اي شخص طلع من هذه البلد نحمله للاداره الاهليه. اي امراه خرجت من هذا البلد نحملها للاداره الاهليه، لانه هذا الموقف ما موقف بيشبه الاداره الاهليه. ولذلك نحن عندنا مذكره حتصلك الاخ الناظر فيها كل الاخوه الموجودين والغير موجودين هيوقعوا فيها ويسلموك المذكره دي. من الان نحن نضع على نظافه الفلاحه.
كلنا نريد الله اكبر الله اكبر. تابعين للدعم السريع، لا نتبع لهم ابدا. اللهم صل. والدعم السريع خليه يجي. والله بعث هنا دي نواف. والله اصلا يا الاخ الناظر ما كان في حكمه عشان تقول والله يا اخواننا نحن البلد دي نسلمها للدعم السريع. هل البلد دي الدوله دي سقطت؟ وانت الان عضو اداره، رجل اداره اهليه، وانت الان رجل دوله، لانه الدوله خلتك الان تبقى ناظر لقبيله الفلاحين. الدوله هي اللي خلتك وليس الدعم السريع. والدوله الان قائمه، الدوله الان ما قامت، الدوله الان قائمه وقوات المسلحه موجوده. ولذلك نحن نرفض هذا القرار ونرفض المبدا ده، ونحن مقاطعين هذا القرار